أعلم أن ما أتمناه في السنة المقبلة على الصعيد العام لن يتحقق، لأن الأمنيات البسيطة والأحلام الصغيرة بات تحقيقها قاب قوسين أو أدنى من المستحيل، لذا لن أطرح طقما من أطقم الكلام المكرر الموغل في الأمنيات الوردية، وأدعو إلى طي صفحة الحروب وإنهاء الصراعات وزوال الفقر وأن تغور المجاعات والجوائح في 60 داهية. لكن أتمنى أن يكون العام المقبل أقل ظلما واختلالا، أقل انحدارا نحو الانحطاط والحضيض والتفاهة، وأن يبقى الأمل في غد أفضل بوصلة الأفراد والشعوب والمجتمعات والأوطان. في العام المقبل أتمنى إنجاز الأعمال الأدبية التي يلقاها العام السابق على كاهلي. تلك الورطات الجميلة علي التحرر منها. في العام المقبل لن أعد أحدا بشيء، لن أتوعد أحدا بشيء، ولن أعتذر عما فعلته في العام المنصرم. سأحاول أن أكون قيمة مضافة إلى حياة أصدقائي وخصومي وأعدائي، أو أولئك الذين يتوهمون أنني خصم أو عدو لهم. ما زالت الحياة تملي علي المزيد مما ينبغي علي قوله وفعله وكتابته. فآمل من الموت أن يتريث قليلا. في هذا العام 2022 صدرت لي رواية بعنوان كأنني لم أكن، وفي العام المقبل سأحاول أن أكون أكثر حبا للحياة والكتابة وأكثر إخلاصا لهما، ليس نكاية في الموت، بل لأن الحياة سفر لا ينتهي من المحاولات، فدعونا نحاول. أتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالنجاحات، أقل حزنا وأقل خيبة. هوشنغ غوسي، شاعر وروائي مقيم في بلجيكا.